السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب سنة تانية ثانوي، ازيكم؟ ايه الأخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنبدأ نحل امتحان كتاب المعاصر على يونت 2. تعال نشوف الأسئلة عندنا ونبدأ بالام ار كيو اللي هو 5 إجابات، تختار إجابتين من 5. طيب، السؤال الأول بيقول لك assist is to support. طبعا أنت عارف إن كلمة assist يعني يساند أو يشجع، وكلمة support نفس المعنى، يبقى هم هنا دلوقتي synonyms وليسوا antonyms. طيب، as competition، كلمة competition يعني المنافسة. المنافسة. طيب، المنافسة دي عايزين ليها معنى. هل المعنى ده يكون challenge يتحدى أو تحدي؟ rivalry المنافسة جاية من كلمة rival منافس، ولا uplift اللي هي inspire يلهم، ولا body guess، ولا delay يتأخر أو التأخير؟ طبعا أنت عارف إن المنافسة معناها أيوه challenge and rivalry. طيب، السؤال الثاني الراجل بيقول لك independence يعني الاستقلال. كلمة الاستقلال is antonyms with مضاد مع. هي مضاد مع كلمة ايه؟ هل هي dependence الاعتماد او التواكل عكس كلمة استقلال، واحد مستقل بنفسه واحد بيعتمد على حد، ولا reliance نفس المعنى الاعتماد، purpose يعني الغرض، loyalty الوفاء او الولاء، promise يعني يوعد؟ فانت اجابتك المفروض تبقى مضاد كلمه independence هو dependence و reliance، ناس بتعتمد على حد. طيب، نشوف الام سي كيو عندنا. واول سؤال الراجل بيقول لك it's important to من المهم ان a target. انت عارف ان كلمه target يعني هدف او الغايه، for which you should plan للحاجه اللي انت المفروض بتخطط لها. يبقى انت من المهم ان انت invest يستثمر، ولا deliver يوصل، ولا build يبني، ولا set يضع؟ طبعا انت عندك كوليكيشن في المنهج بيقول لك set ايه؟ set a target. اجابتنا هتبقى set بيضع ايه؟ بيضع هدف. طيب، السؤال الثاني to is to encourage someone تشجع واحد making them feel confident واثق and eager to. كلمة eager to متحمس، يتحمس إلى achieve something إن هو يحقق حاجة. هل أنت هنا بتحمس inspire بيلهم، ولا afford يتحمل، ولا destroy يدمر، ولا عندك كلمة distinguish يعني يميز؟ طبعا أنت المفروض هنا تلهم يعني بتشجع. إجابتنا تبقى inspire. Number 3 رودينا showed great. البت رودينا ورتنا او اظهرت great حاجه عظيمه by coming early every day. البت رودينا بتيجي كل يوم early بدري. دي ورتنا ايه بقى؟ هل هي mobilization الحشد او التعبئه كلمات يونت 2، independence لسه قايل لها استقلال وريتنا استقلال، ولا commitment التزام، ولا فاونديشن الاساس؟ طبعا هي وريتنا commitment يعني التزام، كان عندها التزام جواها انها لازم تيجي كل يوم بدري. نمبر 4 technology has rapidly over a few years. على مدار السنوات القليله التكنولوجيا has assist تمت مساعدتها او ساعدت، evolve تطورت، ولا rented اجرت اللي هو rent يؤجر، ولا inspired يعني يلهم؟ طبعا على مدار السنوات القليله التكنولوجيا كانت بتتطور بطريقه سريعه او تتطور بسرعه. evolve خلي بالك ان انا عندي فعل اسمه involve وفعل اسمه evolve وفعل اسمه revolve. في فرق ما بين الثلاث افعال دول. اول فعل انت عارف ان هو involve يعني يشمل
او يتضمن. الفعل الثاني هو evolve يعني يتطور. الفعل الثالث هو revolve يعني يدور حول. يدور ايه؟ يدور حول. تمام؟ نرجع للاسئله بتاعتنا تاني. طيب نمبر 5. The lot of volunteers made the success of the campaign possible. الفولنتيرز اللي هم المتطوعين خلوا النجاح بتاع الحمله ممكن. هم نجحوا الحمله اللي كانت بتحصل. كامبين يعني الحمله. طيب هل الفاونديشن الاساس بتاع المتطوعين ولا انستتيوشن المنظمه بتاع المتطوعين؟ ولا انفنتوري المخزون ولا موبيلايزيشن الحشد او التعبئه او التجهيز؟ يبقى احنا عندنا هنا النهارده اجابتنا تبقى موبيلايزيشن. التجهيز بتاع المتطوعين خلى النجاح او الحشد لما جمعوا مع بعض خلوا والله النجاح ممكن للحمله. تمام؟ طيب نمبر 6 بيقول لك فاطمه's business is to help the community. انها بتساعد المجتمع. هل الشغل بتاع فاطمه ايه اللي كان في الشغل بتاع فاطمه بيساعد المجتمع؟ هل الفيجن البصيره بتاعتها الرؤيه بتاعتها ولا الفيجنري اللي هي صاحب رؤيه عايز ملكيه هنا ولا الفيجنز الرؤى ولا انفايزد يعني يتصور او متصور؟ طبعا احنا عندنا كانت فاطمه دي صاحبه رؤيه او صاحبه بصيره او البصيره بتاعت شغلها. يبقى انا عندي هنا البصيره بتاع الشغل يعني بزنس فيجن. طبعا انت ممكن تقول فاطمه is visionary كانت صاحبه رؤيه. الفيجن البصيره. سؤال رقم 7 what not before going out. طبعا احنا عندنا هنا جرامر before ماضي تام ماضي بسيط. نشوف. طيب احنا عندنا هنا المفروض ان احنا عندنا روابط زي after وروابط زي before ومتفقين كل الاتفاق ان after يعني بعد وبيفور يعني قبل. وعشان تقول لي بعد او قبل حاجه فانت المفروض تقول لي هنا احداث. بيبقوا كام حدث يا مستر؟ بيبقوا حدثين زي ما انت عارف. الحدثين دول في واحد فيهم حصل الاول وفي الثاني حصل بعده. طيب عشان تجيب حدث اول وحدث ثاني لازم يكون في فاصل زمني. مفيش فاصل زمني ابعد عن الباست بيرفكت. مفيش باست بيرفكت. يبقى عشان تجيب الماضي التام انت محتاج فاصل زمني. مفيش الفاصل الزمني مفيش باست بيرفكت في باست سمبل. طيب نشوف. لما يبقى عندك افتر بعد. طيب هل بعد يا مستر الحدث الاول بيجي الثاني ولا بعد الثاني بيجي الاول؟ لا انت عارف ان بعد الاول يجي الثاني. المفروض ان انت عارف ان الحدث الاول هو ماضي تام والثاني دايما ماضي بسيط. وعكسهم بقى بيفور. بيفور يعني قبل. طبعا انت قبل الحدث الثاني يجي مين؟ حدث اولاني. يبقى ماضي بسيط ماضي ايه؟ ماضي تام. دول جمله. طيب الراجل بيقول لك after I had repaired my car. بعد ما انا صلحت العربيه بتاعتي I drove it. انا خدت العربيه وقمت سايقها بعد ما صلحتها. تمام؟ طيب لو انا عايز استخدم بيفور يبقى بيفور قبل I drove my car. ما ينفعش تقول ات بقى عشان انت هنا غير معروف. Before I drove my car I had repaired it. انا كنت ايه؟ انا كنت صلحتها. طب يا مستر في حالة عدم وجود subject مفيش فاعل مفيش مفيش قال لك في الحالة دي انت بتعوض ب ing. يبقى نقول في الجملة الأولى after I had repaired يبقى after repairing. after repairing.
my car I drove it. تمام؟ طيب تعال نشوف السؤال بتاعنا كان ايه؟ حبينا نوضح برضو. before يا مستر يعني قبل ما اذهب بره. يبقى انا هنا سؤال what before يعني قبل، بيجي بعدها ماضي بسيط او لو مفيش فعل ing. يبقى انا كنت عملت ايه؟ what she is doing مضارع مستمر. what she has done مضارع تام. what she او what had she done، استنى كده، ماضي تام اهي، ولا what have she done؟ انا عايز الوحيده اللي ماضي تام هي had she done، وانت عارف ان لما بنيجي نكون سؤال يبقى فعل مساعد اللي هي had، والفاعل اللي هو she، والتصريف الثالث او الفعل الاساسي اللي هو done. اجابتنا هتبقى she has او had she done. had she done. طيب سؤال رقم 8. my car not until I had until. عندنا رابط اسمه until يعني حتى. my car عربيتي واتصلحت، العربيه مش هتصلح، فاعرف ان my car هنا object مفعول، يبقى ده مجهول وانت مغمض مجهول. بس استنى، until I had taken it to the mechanic. عربيتي صلحت حتى وديتها للميكانيكي ولا ما تصلحتش؟ يا مستر انت عارف ان تل وانتل الاثنين من المعلومات اللي بتتقال ان هو ماضي بسيط منفي، لا هو ماضي بسيط بس منفي ومثبت عادي. الناحيه الثانيه ماضي تام، يبقى ماضي بسيط ماضي تام. عندنا الماضي التام اهوت، يبقى انا محتاج الماضي البسيط. طيب الماضي البسيط يبقى ايه يا مستر؟ استنى، repaired ماضي بسيط، didn't repair ماضي بسيط منفي، wasn't repaired ماضي بسيط مبني المجهول، doesn't repaired out او doesn't repair out. طيب تعمل ايه يا مستر؟ احنا اتفقنا ان هو مجهول يا مستر، يبقى انا عندي من التصريف الثاني للفعل هجيب ايه؟ هجيب لا اما was لا اما were، والايه؟ التصريف الثالث للفعل ده المجهول بتاعي. يبقى اجابتك ولا repaired ولا didn't repair. اجابتنا هتبقى wasn't repaired. wasn't ايه؟ repaired. طيب سؤال رقم 9. Grandma took medicine before not to bed. عندي يا مستر لسه رابط اللي لسه قايل لك عليه اسمه before قبل، وعندي ماضي بسيط. الجراند ما تيتا خدت العلاج قبل ايه؟ ما تروح تنام او ما تروح على السرير او ما تروح تشوف حالها. طيب يبقى انا محتاج هنا انها ذهبت الاول ولا خدت العلاج الاول؟ يبقى جراند ما توك ذا ميديسين قبل ما تروح تنام. طيب يا مستر المفروض بيفور بيجي وراها ماضي بسيط والناحيه الثانيه ماضي تام، ايه المشكله لما ما تلاقيش ماضي تام؟ اختار له ماضي بسيط عادي. يبقى بيفور قبل، يبقى قبل. طيب يا مستر احنا ما عندناش هنا سبجكت، ما عنديش فاعل، اعمل ايه؟ لسه قايل لك في الشرح لو ما لقيتش فاعل اختار اي ان جي وانت مغمض، يبقى going. سؤال رقم 10. after رابط قلت لك معاه subject، يبقى نختار ماضي تام، ولو ما لقيتش الماضي تام اختار ماضي بسيط. طب لو ما لقيتش السبجكت، لو ما لقيتش الفاعل اختار اي ان جي وانت مغمض. ماشي؟ يبقى after not this article I summarized it، انا لخصتها. يبقى بعد ما خلصت قرايه انا لخصتها. خلصت الاول ولا لخصت الاول؟ لا انت خلصت الاول. يبقى after المفروض اقول I had read، ما عنديش I had read subject، يبقى انا عندي ing، يبقى reading. after reading بعد القراءه. having، في having دي شغلانه. قال لك يا مستر having وراها تصريف ثالث، وhaving وراها بين تصريف ثالث. طب امتى بي امتى بين؟ لو بي على طول يبقى انت معلوم، لو having بين بي يبقى انت مجهول. طيب نشوف السؤال بتاعنا. having يبقى لا اما انت تصريف ثالث found، لا اما انت been found. to find غلط وfind out. طيب having نقط my friend's telephone number I contacted him، انا اتصلت بيه او تواصلت معاه. طيب بعد ما انت لقيت رقم تليفون صاحبك انت اتصلت بيه، يبقى انت اللي لقيت التليفون او رقم التليفون، يبقى having found. having found.
مبني للمعلوم. 12 You use not email to apply for a job. وظيفة انت عايز تقدم عليها. لما تيجي تبعت ايميل بقى، الايميل اللي هتبعته هل انكوايري استفسار؟ انا مش بستفسر، انا بقدم على وظيفه. هل هو ابلكيشن تقديم، تقدم طلب، ولا كومبلينت يعني شكوى، ولا فولو اب بتتابع حاجه انت مقدمها مثلا؟ لا، انت هنا بتعمل ابلكيشن ايميل، الايميل بتاعك هيبقى تقديم عن شغل. طيب سؤال 13 Your note should always be included in your sign off. كلمة sign off يعني الختام. طبعا انت عندك الفورمال ايميل، الايميل الرسمي لازم تختم، وعشان تختم احنا بنختم بكلمتين، لا اما كلمة sincerely لا اما كلمة faithfully، اللي هي كلمة ايه؟ بإخلاص. وبعدهم انت المفروض تقول yours احمد، اسمك. تمام؟ طيب يبقى انت عندك closing sentence جمله ختاميه، وعندك حاجه اسمها sign off الختام، لما تيجي بتبعت ايميل لحد. هل هنا تكتب العنوان بتاعك في الختام؟ لا طبعا. الفول نيم، الايدج سنك؟ لا طبعا. النيك نيم، الكينيا بتاعتك؟ لا، احنا بنكتب الفول نيم. كده تكون اسئله التشوز خلصت، ونخش على الباسج. عندنا باسج بتكلمك عن النيوز بيبرز اللي هي المجلات او الصحف. يقول لك newspapers remain an important source of news. يقول لك ان الصحف دي تظل هي مصدر الاخبار for several reasons، لاسباب عديده او اسباب مختلفه. يقول لك مهما الانترنت ده حصل فيه ايه، الصحف دي بتظل مصدر للاخبار مهم جدا. طيب the first of these is that، اول حاجه هو ليه مهم الصحف ديت؟ قال لك that the older generations، الاجيال او الجيل الاولدر، الاجيال الكبيره اللي هم بتوع زمان still prefers to read their news this way. لسه الناس اللي هم اجدادنا بيحبوا يقروا في الصحف. يقول لك يا ابني ولا انترنت ولا موبايل ولا بتاع، انا عايز الصحيفه اللي هي الجريده. طيب which is because they have traditionally، عاده هم متعودين ان هم ايه؟ bought a newspaper، يشتروا الصحيفه او المجله over the years، من سنين كتيره يحب يشتري الجورنال اللي هي الجرايد. and so don't want to change or simply don't know how to do so online. يقول لك ان هم لما بيعوز يجيب الاخبار، هي الطريقه التراديشنال قوي، متعود دايما ان هو يقراها من نيوز بيبر. طيب تيجي تقول له انترنت وسوشيال ميديا، يقول لك لا انا سيمبلي ببساطه جدا بجيب الاخبار بتاعتي من الجريده، شكرا لي. so online in some cases. تمام؟ يبقى don't know how to do so online in some cases. في بعض الحالات ما بيبقاش عارف يقرا الاخبار من اونلاين، السوشيال ميديا يعني. in addition to that او this، بالاضافه الى ذلك a newspaper also comes with other supplements. كلمه supplements يعني المكملات، مميزات، بيجي بمميزات. ايه المميزات اللي بتبقى في الجريده او في الصحيفه؟ قال لك such as magazines، بتبقى فيها المجلات. طيب and television guides، كلمة television guides يعني دليل تلفزيون، دليل. and source of entertainment، ومصدر للتسلية. شفت الجريدة فيها ايه؟ فيها تسلية، فيها دليل، فيها مجلات such as crosswords اللي هي الألعاب المتقاطعة. تمام؟ أو الكلمات المتقاطعة، كلمات المتقاطعة. ده كله بتلاقيه في الجريدة، ما بتلاقوش اونلاين يعني بالنسبة لهم. This makes it more attractive. اللي بيخليها attractive، يجي يسألك تحت يقول لك ليه بيخلوها attractive؟ ليه المجازينز أو النيوز بيبر لحد دلوقتي attractive للناس الكبيرة؟ لأن فيها مجازين and television guides source of entertainment such as crosswords. طيب for some than going online، بتبقى جذابه اكتر من الناس اللي انها تروح على الانترنت. however، ومع ذلك though، بالرغم من ان النيوز بيبر ده، بالرغم من ان النيوز بيبر
may not disappear completely، ما بتظهرلكش او ما بتختفيش بالكامل. The internet is likely to، من المحتمل ان الانترنت ده ماله يا سيدي becomes a more dominant. كلمة dominant مسيطر. يقول لك ان الانترنت هيبقى من المحتمل ان هو هيكون اكتر سيطرة او اكتر ان هو مصدر اكثر سيطرة of news over time، على مر السنين هيكون هو المسيطر. It's common at the present time، هو شائع جدا الايام دي to see people getting updates. ليه يا مستر هو شائع اليومين دول؟ لان في updates، تحديثات on the latest news، اخر الاخبار او الحصريات كلها هتلاقيها على الاونلاين انترنت. from the internet rather than يعني بخلاف، تلاقي عليه updates بخلاف مين؟ the traditional method اللي هو الاسلوب of reading a newspaper. يبقى انت دلوقتي الاونلاين او السوشيال ميديا تديك updates، تديك latest news اخر الاخبار. This is primarily مبتدأ كده او ابتدائيا because younger people tend to ديت يعني يميل الى. تعال نخش بقى على اليونج جنريشن اللي هي الاجيال الصغيره، بيميلوا الى ايه؟ to read the news online. اقول لكش انا امسك الجريده واقعد اقرا لسه، انا اخش يا باشا على الاونلاين واشوف اخر الاخبار. and prefer not to pay for it، ما بيدفع لهاش، ما بيروحش يشتري جريده، هو بيخش اونلاين. so those reading newspapers زي القراءة عبر الجرايد. The older generations الأجيال الكبيرة will gradually تدريجي هيحصل لهم ايه؟ decline، هيقلوا كده هيقلوا وهيختفوا. This links in with the second reason، ده بيتربط بالسبب الثاني. ايه هو السبب الثاني؟ which is that as media companies، السبب الثاني يقول لك ان شركات الميديا والله الانترنت او الاعلام start to see a drop، بداوا ان هم يشوفوا دروب، انخفاض in income يعني الدخل from newspapers. يقول لك بس مفيش حد بيقرا النيوز بيبر دي غير اليونج او الاولدر جنريشن اللي هي الاجيال الكبيره. خلاص احنا عندنا دروب. printing them will، الطباعه بتاعتهم will become unprofitable، يعني ايه؟ يعني غير مربحه، غير مثمره. and they will be forced to find ways، وهيبقوا مجبرين، كلمه forced مجبر، to find ways to make money from news online. كده هترجع لمين في الاخر؟ للاونلاين اجلا ام عاجلا، sooner or later. الناس او شركات الميديا كومبانيز هيقول لك بس شكرا النيوز بيبر كده الغي، خلينا اونلاين افضل. طيب in conclusion، في الختام بتاعنا بقى، although newspapers remain popular today، بالرغم من المجلات لسه شائعين او مشهورين النهارده، they will gradually تدريجي اللي هيحصل be replaced، هيستبدلوا by the desire، بالرغبه to read the news through electronic sources. هيقول لك بس الناس بقى عندها رغبه انها تمسك التليفونات، تمسك اي حاجه الكترونيك اللي هي كهربائيه او الكترونيه ويقروا الاخبار بتاعتهم. خلاص يبقى احنا هنستبدل كده. This may be a sad loss. This may be a sad loss. هتبقى خساره sad محزنه. Given their history، نظرا لتاريخهم، او هتبقى خساره في تاريخهم، او هتبقى حاجه مسيئه للتاريخ بتاعهم. But unfortunately، لسوء الحظ، it's an unavoidable development، هو تطوير. avoid يعني يتجنب، unavoidable لا يمكن تجنبه، كده حاجه جايه مش هتعرف ان انت تستخبى منها او تعدي منها. طيب تعالوا نشوف الاسئله. اول سؤال، older generations still prefer to read their news through، بيحبوا ان هم يقروا الاخبار بتاعتهم من خلال ايه؟ newspaper، the internet، the radio، the computer. طبعا احنا عرفنا ان هو newspapers. طيب number 2، to some people، لبعض الناس بقى newspapers are more attractive than online as they،
ليه لبعض الناس الجرايد لسه اتراكتيف اكتر من الاونلاين؟ لانهم provide sources of entertainment، بيتوفر لهم او بيوفروا مصادر التسليه تمشي. طيب come with other additions، في additions، في حاجات زياده بيقدموها، ايوه زي الانترتينمنت والكورس ووردز. are cheaper، هم ارخص؟ لا دول اغلى طبعا، يبقى اجابتنا A and B. Number 3 one of the following words is a synonym of the underlined word dominant. dominant يعني مسيطر. ايه معنى كلمة مسيطر هنا؟ influential، تأثيري، يأثر على حد، ولا minor، ثانوي، ولا follower، متابع، ولا weak، ضعيف. طبعا انت لو انت dominant مسيطر فانت بتأثر، يبقى انت influential. media companies will find out. find out هو فعل اصطلاحي بمعنى يكتشف. شركات الميديا هتكتشف ان طباعة الجرايد is، طبعا اتفقنا beneficial يعني مفيد، unprofitable يعني غير مربح، ولا popular مشهور، ولا profitable مش هيبقى profitable، popular ولا beneficial هتبقى unprofitable. Number 5 according to the passage، وفقا للقطعة ديت not is are going to be the main source of news over time. ايه اللي هيبقى main source؟ المصدر الرئيسي. مصدر رئيسي اللي هيبقى مصدر رئيسي اتفقنا كلنا ان هو هيبقى الانترنت. طيب the older people، الناس الكبيرة have become، اصبحوا نقط the people who read the newspapers، هم اكتر الناس اللي بيقروا الجرايد. طبعا مش اكتر يعني مش best، هي مور او ميني، بس ما ينفعش اقول لك ذا ميني، انا عايز هنا مقارنه او تفضيل، احنا عايزين مقارنه، يبقى ذا اولدر ذا مور. طيب سؤال 7 according to the passage، وفقا للقطعه اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي newspapers will not in the future، النيوزبيبر هيحصل لها ايه؟ هتديسابير على طول، disappear completely هتختفي بالكامل. be read by young people، الناس الصغيره هتقراهم؟ لا طبعا. be a dominant source of news، احنا اتفقنا ان هو الاونلاين. read only by the rich، الناس الاغنياء بس اللي يقروها؟ لا طبعا، هي disappear طبعا، هتختفي بالكامل. كده خلصنا القطعه، ندخل على الترجمه. السؤال الاول في الترجمه our society needs more individuals that possess good moral values in order to grow and develop the right way. Morals are really the best sign of a civilized society. تعال نشوف ونحل. طبعا our society needs more individuals. طيب تحتاج بيئتنا، البيئة اوت، احنا قلنا السوسايتي المجتمع، يبقى يحتاج مجتمعنا الى بعض الافراد. هل احنا قلنا بعض؟ احنا قلنا more المزيد، يبقى بعض اوت. يحتاج مجتمعنا الى المزيد من الافراد، الاثنين تمام لحد الافراد. طيب that possess good moral values، الذين يتحلون بقيم اخلاقيه in order to لكي to grow and develop، من اجل النمو والتطور بالطريقه التقليديه and develop the right way. right way هي الطريقه الصحيحه، التقليديه اوت، فاحنا اجابتنا هتبقى letter C. السؤال اللي بعده تسهم المشروعات القوميه الكبرى التي يتم تنفيذها في كل انحاء مصر في حل الكثير من المشكلات الاقتصاديه وتوفير فرص العمل للشباب الطامح الى حياه افضل. تعال نشوف تسهم المشروعات القوميه الكبرى. ذا ميجور، احنا عندنا ميجور اساسي، تمام؟ طيب كلهم ميجور انترناشونال بروجكتس، المشروعات القوميه. ذا ميجور انترناشونال بروجكتس. طبعا انت عندك هنا ناشونال قومي، طبعا انت عندك حاجه هنا اسمها قومي، انت مش عايز انترناشونال عالمي، انترناشونال اوت. طيب بروجكت
طيب تقول the major global يعني عالمي، global out، يبقى B and C the major national project that are being implemented التي يتم تنفيذها في كل أنحاء مصر throughout Egypt contribute to. طبعا انت عارف من غير ما اكمل انت contribute to يجي وراها noun او verb ing، فدي تقريبا تخلصها لك ان contribute to مصدر، لا contribute to ing اجابتنا هي letter C. عندنا سؤالين rewrite. اولا الراجل بيقول لك on seeing the accident، on seeing the accident يعني اول ما شفت الحادثه. طيب في لحظه ما شفت الحادثه I called for help، في لحظه ما شفت الحادثه بتحصل هنا انا اتصلت بالايه؟ بالمساعده. طيب يا مستر احنا عايزين نحط سي. بص يا سيدي احنا عندنا حاجه في الانجليزي اسمها اسم فاعل وحاجه اسمها اسم مفعول. اسم فاعل اسم مفعول. اسم الفاعل ده هو اي ان جي والاي ان جي ده هو بريزنت بارتيسيبل. طيب اسم المفعول بقى يا مستر هو البي بي، التصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل. طيب يبقى في جمله تبدا باي ان جي، في جمله تبدا ببي بي. الجمله اللي تبدا بالاي ان جي دايما هي مبنيه للمعلوم، الجمله اللي تبدا بالبي بي هي مبنيه للمجهول. طيب السؤال الاول on seeing the accident، طبعا هنا ما فيش subject، هنا في اي ان جي بعد الرابط على طول ما فيش مشكله، وعايز تحط seeing اسم فاعل اي ان جي بكل بساطه هتشيل on، اجابتك هتبقى seeing the accident I called for help، بس الاس هتبقى كابيتال طبعا في بدايه الكلام. السؤال الثاني after my car، ثواني بقى عشان هنا في object بدأ الجمله بمفعول يبقى ده مبني للمجهول. after my car had been checked، بعد ما عربيتي تم فحصها لما اتفحصت by the mechanic بواسطه الميكانيكي it went faster، بقت اسرع بعد ما اتفحصت بقت اسرع. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز تشيكد اسم مفعول. طب نعمل ايه يا مستر؟ نبدا جملتنا ازاي ببي بي؟ قلت لك اسم مفعول ما بتبقى الجمله مبنيه للمجهول تحط البي بي بتاعك، يبقى الجمله هتبقى ايه؟ جملتك هتبقى تشيكد. استغنيت عن ايه يا مستر في الجمله ديت؟ استغنيت عن الرابط، استغنيت عن ماي كار، استغنيت عن الفعل المساعد وبين وبدات بيه الباست بارتيسيبل بتاعي، يبقى تشيكد ذا كار it went faster، مشيت بسرعه it went ايه؟ faster. طيب السؤال الاخير، السؤال الاخير عندنا هي الستوري around the world in 80 days، حول العالم لمدة 80 يوم. طبعا احنا عندنا راجل اسمه فوج، فيلياس فوج، وانت عارف ان فيلياس فوج ده المثال اللي بيحتذى به في البانكتشواليتي. بانكتشواليتي يعني الالتزام، الانضباط، الكوميتمنت، كوميتمنت الالتزام. كان راجل بيقيس حياته كلها باي ذا بريسيشن، بدقه اوف ذا كلوك، بدقه الساعه. يعني الراجل يخرج من بيته الساعه 8 تلاقيه راجع الساعه 8. طب ينفع يخرج في يوم 8 ودقيقه؟ لا، ما بيسمحش للسمول ثينجز تو ديلي هيم انها تاخره. طيب would you risk everything، هل انت تخاطر بكل حاجه بتمتلكها لغرض ان انت يبقى عندك تحدي تشالنج، يعني تعمل تشالنج كده وتخاطر بكل حاجه؟ would you risk، هل لو كنت مكانه او بيسالك في العموم هل انت من الناس اللي بتخاطر؟ الراجل مديك المساحه بتاعتك ان انت تجاوب براحتك، هتقول لي يس يبقى واي، هتقول لي نو واي. انا بالنسبه لي انا ممكن اقول له يس. ليه يا سيدي؟ I would، هناخد من السؤال في الاجابه I would risk everything، تخيل everything، I would risk everything I own for a challenge. انا لسه ما قلتش السبب، ممكن سبب صغير خالص كده تقول لي يا مستر because nothing ventured، nothing
gained. مفيش مخاطره مفيش مكسب. يعني انت لو انت من غير مخاطره مش هتكسب، لازم تاخد الريسك، take risk. السؤال الثاني how does Fogg's determination inspire or worry you؟ هل ازاي العزيمه بتاعت فيلياس فوج بتلهمك ولا بتقلقك؟ العزيمه بتاعته والريسك بتاعه بيلهمك ولا بيقلقك؟ طبعا انا بالنسبه لي he inspire او it inspires me. تلهمني ليه؟ لسه قايل لك ان nothing ventured nothing gain no pain no gain. لازم يبقى في challenge because I like challenges. لان انا بحب المخاطرات. طبعا انت عندك الايساي اللي جايه لك عن inspiring entrepreneurs يعني رواد الاعمال الملهمين. تمام كده خلصنا امتحان يونت 2 ثانيه ثانوي. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.